بيتك تعالى وسط ناسك تعالى وافرح هنا، املى قلبك امان هتملى المكان سعادة وهنا. سعادة في بيتك تعالى وسط ناسك تعالى وافرح هنا، املى قلبك امان هتملى المكان سعادة وهنا. السعادة في ايديك هتلاقيها لما تقدر تسيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد اتمنى ان هو يعجبكم وان شاء الله تتبسطوا بيه. الفيديو اللي بتاع امبارح للأسف ما اتشافش لان حصل عندي مشكلة في النت والتحميل اتأخر جدا والفيديو نزل متأخر قوي بالليل، فللأسف ما تشافش. فبليز لو حد بيشوف الفيديو النهاردة شوفوا الفيديو بتاع امبارح كمان حلو جدا. اتمنى ان هو يعجبكم ويلا بينا كده نشوف مع بعض هنعمل ايه النهارده. اول حاجه بدات بيها الفيديو معاكم كده هي الخشاف، ودي طريقتي في الخشاف. اول حاجه بفصص البلح، وده بلح طري مش ناشف. البلح الناشف بجيبه بكسره بالمدق بتاع اللحمه، وبغسله كويس قوي وبعد كده بنقعه في الميه. انا عشان كنت عامله الخشاف ده متاخر غليت الميه، يعني ما نقعتهاش ولا اي حاجه. الغلي بصراحه بتاع الميه بيسرع عمليه ان التمر ينزل السكر بتاعه ولون الميه بتاعته تتغير وكل الحاجات دي، فبوفر بصراحه وقت ان انا اقطع التمر من بالليل وكل الكلام ده. وزي ما قلت لكم انا التمر السنه دي او البلح بتاع رمضان ده جاي لي بصراحه من الصعيد، فانا يعني ما اشتريتهوش، بس هو بصراحة حلو جدا جدا. وسمعت معلومة مفيدة قوي قوي ان كل ما كان التمر غامق كل ما كانت الفيتامينات اللي فيه اعلى من التمر الفاتح، فكل ما تلاقي التمراية غامقة فدي مش حاجة وحشة ابدا ابدا، لا دي حاجة مفيدة، والفيتامينات اللي موجودة في التمر ده عالية جدا. بدأت بقى ان انا اقصقص المشمشية والقراصية، وانا هقصقص كل الكمية اللي عندي علشان ما اقعدش كل ما اعمل خشاف او كده اقعد اقصقص فيهم، هخليهم جاهزين عندي مره واحده. وعايزه اقول لكم كمان ان انا الوحيده تقريبا اللي في البيت باكل الخشاف، فانا عامله كميه وقاعده معايا لغايه النهارده، فاعتقد ان اصلا الكميه دي هتقعد معايا كمان لغايه بعد رمضان. للاسف جوزي وبنتي مش بياكلوا الخشاف خالص، يعني حاولت كده ان انا يعني احببهم فيه بس للاسف مش حابينه ابدا، مع انه والله يعني من الحاجات اللي بتحسسني جدا برمضان، خصوصا قمر الدين. يعني قمر الدين من الحاجات اللي انا لما بشربها يا جماعة بحس بذكريات رمضان، والناس اللي من جيل التسعينات والحاجات دي هيبقوا فاهمين يعني انا اقصد ايه. كل حاجة كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين يعني لما بتتعاد قدامك او بتشوفيها دلوقتي قدامك بتحسي بحنين للذكريات دي، وبتحسي ان انتي كأنك رجعتي طفلة صغيرة من تاني. فحقيقي من اكتر الحاجات اللي بتسعدني ان انا ارجع اعمل اي حاجة مامتي كانت بتعملها لنا زمان. فبصراحة من الحاجات كمان اللي بتفكرني بذكريات رمضان الحاجات القديمة بقى، البرامج القديمة، الفوازير، الحاجات دي. هو يعني الحقيقة أنا يعني مش متابعة قوي للتلفزيون أو كده، ولا حتى يعني بتابع برامج او الكلام ده دلوقتي. بس فعلا لما ببقى بشوف حاجة كنت بشوفها زمان زي بوجي وطمطم، زي بكار، زي برنامج جمال الشاعر، زي الحاجات دي يعني عارفين بترجعك طفلة حرفيا والله، يعني بتعمل احساس كده بالسعادة مش طبيعي. هنا بقى يعني كنت حطيت قمر الدين وقصقصته بالشكل ده عشان يبقى سهل في الذوبان، وحطيت عليه ميه مغليه. بس طبعا هو يعني عشان تسيبيه يدوب لازم تسيبيه حبه كتير جدا في الميه، فانا هختصر الخطوه دي وهضربه بالهاند بلندر علشان
اخد منه عصير سريع. عايزه اقول لكم ان قمر الدين اللي انا استخدمته ده ما فيهوش سكر كتير، يعني انا دقته هو ميزز قوي اصلا. السكر اللي فيه يعني يعتبر ما فيش، فكل السكر اللي هيبقى موجود في الخشاف ده موجود من التمر ده احنا هنستخدمه. بصوا التمر هنا انا سبته يبرد ونزل من على النار وكل حاجة، واخدت منه عملت منه تمر باللبن. والباقي هعمله بقى في الخشاف. حطيت بقى عليه قمر الدين، وهبدأ بقى اضيف عليه بقية اليميش. قولولي اجواءكم في رمضان عامله ازاي؟ بتعملوا ايه؟ صلاه التراويح بتصلوها فين، في البيت ولا في المسجد؟ حقيقه كان نفسي انزل اصلي التراويح في المسجد، بس حسيت ان الموضوع هيبقى صعب جدا جدا. و سبحان الله، يعني صلاه المرأة في بيتها احسن كتير جدا جدا من صلاتها في المسجد. والحمد لله يعني على نعمة الإسلام، لأن فعلا ربنا لما قال وقرن في بيوتكن ما كانش من فراغ، يعني فعلا تصلي براحتك، تقري الأجزاء اللي انت عايزاها، ما تجريش بعد الفطار على المسجد جري علشان تلحقي الصلاة. الرجالة ممكن تعمل كده، بس عارفين يعني بتصلي في بيتك معززة مكرمة بالراحة، تاخدي استراحة ما بين التراويح وبعضها. وممكن تعملي كده طبعا في المسجد، بس يعني عارفين اللي هو الراحة النفسية في انك كل حاجة بتعمليها براحتك. في النص تاخدي كوباية عصير، اللي انت عايزاها تعمليه في البيت. قبل ما اكمل بس هقول لكم ان انا اشتريت الكوبايات بتاعت رمضان دي جديده، عجباني قوي قوي قوي، شكلها حلو قوي. خصوصا ان انا كنت شاريها رمضان اللي فات، للاسف في واحده منهم اتكسرت، فاتبقى عندي 2 بس، فقلت لا انا هجيب طقم كده 3. فشكلهم كان عاجبني جدا واشتريتهم، وسعرهم كان حلو قوي، عبيط يعني، مش غالي خالص. فكانت دي من ضمن مشترياتي لرمضان. عايزه اقول لكم كمان ان انا ان شاء الله هشارك معاكم حاجات جديده جبتها، مبسوطه بيها جدا جدا، بس ان شاء الله مش الفيديو ده. لسه كده هظبط كذا حاجه، وان شاء الله اوريكم كل حاجه انا جبتها. تعالوا بقى نعمل فطار سريع. انا بصراحه زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، انا مش حابه ان احنا نعمل اكل كتير والاكل يفيد والكلام ده كله ونقوم من الفطار عندنا تخمه. مش حابه اعمل كده. كنت هعمل اول يوم في الفطار مكرونه وكفته، والمكرونه كنت هعملها بالطريقه العاديه، ولكن حبيت ان انا اسهل على نفسي عشان ما اقفش في المطبخ وقت طويل. فعملت ايه بقى؟ عملت مكرونه الحله الواحده. بصوا زي ما انتم شايفين منتهى السهوله، بس الفكره ان انا قطعت الخضار واديته تشويحه كده بسيطه قبل ما اضيف عليه المكرونه، علشان ريحه البصل تطلع والثوم ريحته تطلع وكل حاجه تبقى مظبوطه بالظبط، ويبقى طعمها كمان حلو وليها طعم. وعلى فكره بتعجبنا جدا جدا اكتر من المكرونه اللي معموله بالطريقه العاديه. انا بعمل بضيف عليها بصل، طماطم، فلفل اخضر، وبضيف عليها كمان توم يتشوحوا، وانزل بالمكرونه. بعد كده ضفت الملح والفلفل الاسود. بحب اضيف عليها كمان معلقه من الصلصه وشويه من الهوت صوص، برضو بيخلي طعمها خطير. وهضيف عليها شويه كده من الميه لغايه يعني اللي هو يغطي المكرونه، وبوطي النار عليها تماما ولغايه بقى ما بتستوي. هتشوفوا شكلها برضو لما بتستوي بتتشرب وبتبقى حلوه جدا، وبتبقى شاربه من الصوص، لان المكرونه بتشرب الصوص اللي هي فيه، فبجد خطيره. وده بقى الكفته اللي كنت مفرزاها معاكم زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني مفيش اسهل من كده، الحاجه بتتعمل بمنتهى السلاسه. طلعتها من الفريزر تفك شويه، وبعد كده هرصها في الصينيه وهدخلها الفرن. يعني مفيش اسهل من كده خالص. انا بجد بعتذر عن المروستين اللي حواليا بس يعني فيروز تحب تكلم نفسها كده وهي بتقعد جنبي، فمعلش سامحوني يعني. دي بقى كانت شويه سمبوسه، لفتها رولز من غير اي حشو ولا اي حاجه، وهقليها زي ما هتشوفوا كده، وهنعملها بالسكر والقرفه. بس عايزه اقول لكم حاجه، كتروا بقى خليط التلزيق، لان هي بتفك مني على النار مش عارفه ليه. فكتروا خليط التلزيق والزقوها كويس قوي. وطبعا السمبوسه مش بنلفها كامله، بنقطعها انصاص ونبدا نقليها في الزيت، نلفها ونقليها في الزيت.
في حاجة كمان لو عايزين تشوفوا الطريقة بتاعتها بالظبط، هتلاقوا شورت انا كنت عاملاه السنة اللي فاتت في طريقة السمبوسة دي، وروعة يا جماعة، خطيرة. بس ما تطلعوهاش على ورق مناديل ولا تصفوا الزيت منها، بتطلعوها على خليط الزيت والسكر والقرفة على طول. يعني ما تعملوش الحركة دي. انا الاول نشفتها من الزيت وبعد كده حطيت عليها السكر والقرفة، وده ما كانش حلو لان السكر ما لزقش عليها كويس، وحسيت ان الطعم ما كانش قوي زي قبل كده. فخلي بالكم من النقطة دي. بس كده ان شاء الله في الفيديو بتاع بكره هنزل لكم بقى طريقه السمبوسه بتاعتي. ما رضيتش انزلها لكم النهارده عشان ما اطولش الفيديو، بس ان شاء الله هنزلها بكره. هنا بقى كان اخر اليوم، وكنت حابه جدا جدا بقالي فتره كبيره قوي يا جماعه ما شربتش نسكافيه، كنت هموت واشربه. فكان عندي بقى كده النسكافيه اللي هو الاتنين في واحد. هو مش نسكافيه، ده كوفي بريك، لان احنا مقاطعين. طبعا بذكركم وبذكر نفسي بالمقاطعه، احنا لسه مقاطعين يا جماعه. ما تنسوش، ما تخلوش الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون بتاعت شيبسي وبيبسي ولمه العيله دي تضحك علينا. دول هم اللي فرقوا العائلات. ربنا يعني يا رب يجعله في ميزان حسناتنا. اي حد مقاطع بحييك، وان شاء الله ربنا يجزيك كل خير، وده اضعف الايمان. واشوفكم على خير باذن الله. فيديو النهارده بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.